في سؤال بيطلع كل يوم تقريبا لأي حد داخل مجال الفرونت اند، الا هو رياكت ولا فيو. خليني اقول لك حاجه، اول ما تدخل جروبات البرمجه او تفتح يوتيوب تلاقي مليون واحد بيقارن ما بين الاتنين بس بطريقه نظريه جدا: السرعه، حجم المجتمع، سهوله الاستخدام وحاجات تانية كتير. بس النهارده انا جاي اقول لك الحاجات اللي مش بيتقال عليها، الحاجات اللي مش هتفهمها غير لما تشتغل فعلا وتغلط وتضطر تعيد الكود من الاول. كوبايه القهوه بتاعتك ويلا بينا. الجزء الأول ألا وهو شكل المشروع في الواقع. رياكت في البداية بان بسيط، مجرد شوية JSX، شوية يوز ستيت، وكل حاجة ماشية. بس أول ما تبدأ تعمل مشروع حقيقي هتلاقي نفسك فجأة بتفتح 10 تابس: رياكت راوتر دوم، ريدوكس أو كونتكست أو زوستاند، والأكسيوس، وبتبدأ تسأل نفسك هو فين الجزء اللي بيخلي رياكت مريح اساسا؟ اما فيو من ناحيه تانية بيحاول يريحك: الراوتنج بيلت ان، الستيت مانجمنت جاهز، بينيا او فيو اكس، انيميشنز وسهوله التعامل مع الدوم جاهزه من غير ما تمسك مكتبه خارجيه. بس في المقابل هتحس انك في نظام شويه مغلق، وده مش دايما كويس. الجزء التاني: التعلم وفرق الدعم. الناس دايما بتقول رياكت سهل. لا، الحقيقة رياكت بيخدعك شوية. سهل انك تكتب كود بيشتغل، بس صعب انك تكتب كود قابل للتوسع والصيانة، خصوصا لما بتتعامل مع السايد افكتس. اما فيو شكله مرعب لأول مرة، خصوصا مع الكومبوزيشن اي بي اي، بس بعد يومين تلاتة بتبدأ تقول ده منطقي. كمان الدعم، رياكت مجتمع ضخم أكيد، بس ده مش معناه إنك تلاقي الحل دايما. أوقات بتلاقي 5 حلول مختلفة لنفس المشكلة ومش عارف تختار. فيو المجتمع أصغر بس متماسك أكتر، والدوكيومنتيشن بتاعتهم حكاية. الجزء التالت: مين الأنسب لمين؟ دلوقتي نيجي للسؤال اللي محدش بيجاوب عليه بصراحة: اتعلم ايه كأول فريمورك؟ او لو بشتغل اختار انهي واحد للمشروع؟ بص، لو انت داخل تتعلم وعايز تشتغل بسرعة وتفهم الاساسيات من غير ما تحس انك بتغرق، الفيو هي مدخلك المناسب. لو انت بتستهدف الشغل في شركات تك كبيرة او حابب تشتغل في منتجات ضخمة فيها تفاصيل متشابكة، رياكت هيدخلك في عمق المية بسرعة وهتتعلم كتير بس ممكن تغرق شوية في الأول. كمان رياكت بيدي حرية كبيرة أحيانا زيادة عن اللزوم، اما فيو بيديك طريق واضح، وفي مشاريع كتيرة بتحب كده. طيب خليني اقول لك تجربتي الشخصية. اول مشروع اشتغلت فيه برياكت كنت بصيح حرفيا وانا بحاول افهم ليه اليوز افكت مش شغال. بجد ليه اليوز افكت مش شغال؟ ولما جربت فيو كنت حاسس كأني بلعب فيديو جيم، والفيديو جيم دي فيها ارشادات واضحة. بس بعد فترة اكتشفت ان رياكت فعلا بيعلمك حاجات اندر ذا هود، يخليك تفهم يعني ايه الري ريندر، يعني ايه البرفورمانس اوبتمايزيشن، وده مهم جدا لاي مبرمج عايز يفهم صح. اما الفيو فهو ممتاز للام في بيز او المشاريع الصغيرة والمتوسطة. رياكت احسن لو انت عندك فريق كبير ومحتاج تعمل نظام قابل للتوسعة. طيب في الاخر كده مفيش اجابة واحدة، اللي بيفرق فعلا هو انت عايز ايه. عايز تشتغل لوحدك ولا ضمن فريق؟ الوقت عندك اهم ولا عايز تتعلم العمق؟ بتشتغل على منتج ولا بس عايز موقع بسيط؟ انا شايف ان المبرمج الشاطر مش بيقارن لمجرد المقارنة، هو بيشوف السياق او الكونتكست، بيختار الاداة الصح في الوقت الصح. قولي في الكومنتات، انت جربت فيو ولا انت من جماعة الرياكت المتعصبة؟ وما تنساش اللايك الجميل، السبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.